السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. انا كنت قلت في اخر فيديو عاملاه للقصة ان انا كده خلصت قصتي، وهنبدأ في قصص تانية كتير ومقتطفات من القصص بتاعتي. مش عايزة اطول عليكم. النهاردة قصتنا عن مازن صبحي، وناس كتيرة قوي عارفة مين هو مازن صبحي، ابن الاسكندرية، منطقة وينجت. والحادثة دي كانت من 3 شهور تقريبا، يوم 14 سبتمبر 2024. والحادثة دي هزت الاسكندرية بالكامل، وكانت حادثة فظيعة وكانت حادثة قوية. والناس اللي ما تعرفش الحادثة هحكي لكم عنها دلوقتي، واقول لكم ايه الاحداث اللي حصلت لي بعد حادثة مازن باسبوع واحد، وبتدل على ان في كمية بلطجة غير طبيعية في مصر، ويا ريت يكون ليها رادع اقوى من كده، لان مع الاسف الموضوع بقى مستباح، علشان الناس مش بتاخد جزائها بالشكل اللي احنا مستنيينه. ويلا نبدا على طول، مش عايزه اطول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والنهارده حكايتنا حكايه مازن صبحي، طالب في كليه التربيه الرياضيه في سنه ثالثه كليه، يبلغ من العمر 20 سنه، من اهالي منطقه وينجت في الاسكندريه. وانا والله مش قصدي خالص ان انا اقلب المواجع على اهله، يعني نسال الله تعالى ان ينزله منازل الصديقين والشهداء. واسال كل الناس اللي بتتابعني انها تدعي له وتقرا له الفاتحه وتدعي له بالرحمه، لانه شاب ونعم التربيه ونعم الاخلاق اللي تخليه ما يقبلش كلمه على والدته. ويلا بينا نحكي الحكايه. مازن كان شأنه شأن اغلب الشباب في وقتنا هذا، بيدرس وبعد ما بيخلص يومه الدراسي ما مش بيروح على بيته، لا، لانه هو مش كليه علميه ولا صعبه. فكان بيشتغل في محل جزاره او محل حواوشي في منطقه وينجت جنب بيته، علشان يساعد اهله في مصاريف الحياه الشاقه اللي تقريبا يعني كل الناس عارفاها غالبا في مصر. المهم يعني ان الولد عادي، يومه عادي، وبيشتغل في محل الحواوشي او الجزاره اللي هو شغال فيه. وبدأ في اخر اليوم بدأ يلم كل الحاجات المتبقيه واللي مرميه تحت، بواقي الطعام وبواقي الحاجه، بدأ يلمها ويحطها في كيس قمامه اسود، وحطها جنب المحل لغايه لما يخلص شغله ويقفل خالص، ويبدأ بعد كده يشيلها معاه او يرميها في سله قريبه من المكان. ولكن يشاء القدر انه يكون جنبه او في وش المحل بتاعه محل واحد، او انا مش عارفه تقريبا بتاع منظفات ولا ايه، واسمه روبي نانا. روبي نانا اكبر من مازن بحوالي 20 سنه، ولكن ما نفهمش يعني هو انسان مخلوق علشان يتخانق، علشان يتبلطج، على حسبي الله ونعم الوكيل. المهم ان هو جه وبدا سمع مازن من وراه صوت روبي نانا، وهو عمال يشتم 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 في مازن، وبيشتم بالفاظ قذره. فبيقول له بعد اذنك لو سمحت استنى، انا هشيل كيس الزباله ده وهاخده معايا بس اخلص شغلي. بدأ روبي نانا يتطاول اكتر في الكلام ويشتم اكتر ويزود. فطبعا زيه زي اي شاب عنده نخوه، عنده رجوله، عنده شهامه، مش هيقبل الشتيمه على اهل بيته ولا على امه. انا كواحده ست، وهحكي لكم بعد لما نخلص حكايه مازن، ما قبلتش ان امي وابويا يتشتموا ولا ان هم اسمع عليهم لفظ، فما بالك بالشاب الراجل اللي عنده نخوه، اللي عنده رجوله، اللي عنده شهامه. كان هيعمل ايه؟ بدا يرد الاساءه بالاساءه، وبدا يشتم روبي يعني باللفظ اللي هو روبي بيقوله له، كانه بيقول له اهو انت، يعني مش بيشتم بيزود، لا ده بيشتمه. يعني معلش، يعني انا واحد بيشتم امي وابويا، انا هسكت ازاي يا جماعه؟ الموضوع صعب جدا. كان في اعلاميه مشهوره ساعه الحادثه دي بالمناسبه كانت 14 سبتمبر 2024. ساعه وقت الحادثه يعني الاعلاميه المشهوره دي كانت قالت الكلب لما بيهوهو ومحدش بيرد عليه، فمفترض ان هو ما كانش يرد عليه. الجمله دي استفزتني جدا جدا. الكلب ده حيوان، انما اللي بيتكلم ده بني ادم، بني ادم عاقل راشد عنده 40 سنه، فوق سن مازن ب 20 سنه. فالمفترض ان انت اللي تحتوي الموقف، مش الولد الصغير هو اللي يحتويه. هو شاب وفي طش شباب ورجله شايلاه زي ما بيقولوا، وممكن يعني ما يستحملش الكلمه. المفترض ان انت بس هنقول ايه، يعني هو اساسا بلطجي، انسان جاهل حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
هو انسان بكل المقاييس تجرد من معاني الانسانيه. وبعد كده خدوا مازن وطلعوه على البيت. مازن كان عنده 20 سنه، كان ليه اخ اسمه مروان عنده من 15 ل 16 سنه. في الوقت ده مازن كان عنده تاني يوم اللي هو 15 سبتمبر امتحان في كليه التربيه الرياضيه، وكان مفترض انه يحلق. فكان قايل للحلاق بصوا يومه متكربس ازاي يا جماعه، بصوا يومه كده ما فيهوش وقت وينام ويعيش يذاكر ويشتغل. يعني انسان قدوه والله، الله يرحمك يا مازن. فطلع البيت عشان يتعشى، والحلاق راح متصل بيه وقايل له يا مازن انا خلاص دور جه عليك، فانزل لي عشان تحلق، عشان زي ما بقول لكم عنده امتحان تاني يوم في الكليه. نزل مازن ونزل معاه مروان اخوه على الحلاق. وقبل ما ينزلوا وهم بيتعشوا والده مازن قالت له مالكش دعوه بالراجل ده، الراجل ده بلطجي نبعد عنه ملناش دعوه بيه. الولد مازن راح قال كلمه شهود العيان هم اللي بيقولوها والله اعلم، قال لها يا امي انا حاسس ان انا يومي قرب. فقعدت الام تقول له لا ما تقولش كده، بعد الشر عليك، ربنا يخليك لينا ونفرح بيك، والكلام اللي بنقوله عامه الامهات في الاوقات اللي زي دي. واخد مازن مروان وبداوا ينزلوا علشان يروحوا للحلاق. ولاحظ مروان ان في حد ماشي وراهم، والحد ده لما مروان بص عليه لقاه واحد اسمه محمد علام. محمد علام ده كان الظل بتاع روبي نونو، يعني الراجل اللي بيقعد على طول مع روبي نونو. شهود العيان قالوا فيما بعد ان محمد علام ده وشهرته كلابوتا او كابولاتا مش عارفه يعني، ان هو ده قعد مع روبي نونا وبدا يسخنه ويقول له ان مازن علم عليك، عيل قد عيالك علم عليك في المنطقه كلها. وقعد يقول له كلام كده يعني ملوش لازمه، يعني وكأن الشيطان تجسد في الاخ محمد علام ده. المهم يعني راح مازن قال له ايه مالكش دعوه بيه، ما تردش عليه ما تبصش عليه. ودخلوا عند راسه كده لورا علشان بيحلق الولد، وكان بدأ الحلاق يشتغل في راسه. ولقوا باب الحلاق بيتكسر، يعني مش بيتفتح بيتكسر، الباب كله بيتكسر. على ما مازن بيلف كده بيلف راسه عشان يشوف ايه اللي بيكسر الباب، لقى آلة حادة خبطته على دماغه خبطه شديده جدا. ومن اثر الخبطه مازن وقع على الارض وبدا حاطط ايده على دماغه حبيبي علشان خاطر عايز يهرب ومش قادر يزحف يهرب. مروان بسرعه كبيره راح ركب على ظهر روبي نانا وبقى يكتفه. طبعا مروان حاجه صغننه، وروبي نانا ده بيقال انه جسم كبير يعني. الآلة الحادة اللي كان روبي نانا ماسكها راح مسك الولد مروان وهو بيمسكه بيحاول يحط ايده على عينيه او على رقبته عايز يلهيه ويبعده عن مازن، راح قاطع له وتر ايده. فطبعا الولد وقع على الارض لما وتر ايده اتقطع. كان في الوقت ده روبي نانا بيحاول يدور على مازن، لما لقاه يعني لما بص عليه ما لقاهوش قدامه، فبدأ يدور يمين وشمال، بدأ يمشي ورا الدم. كان الحلاق وناس تانية معاه دخلوه أوضة كده عند الحلاق وقفلوا عليه بقوة غير طبيعية. يعني الشيطان حسبي الله ونعم الوكيل راح كاسر الباب اللي فيه الأوضة وقعد يرمي الناس يمين وشمال كأنه فعلا وحش. قعد يرمي الناس يمين وشمال وقام واخد مازن جايبه. وانا اسفه على هقوله ده حبيبي، راح جايب الساطور او السكينه اللي معاه او مش عارفه ايه الاله الحاده، بس كانت ساطور غالبا، جابها حطها في بطنه وجابها كانه بيقطع جاتوه او تورته، قطع للولد بطنه لغايه القلب، دخل بالسكينه من الامعاء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، قمه الاجرام قمه الاجرام، من البطن للقلب. لدرجه يقال برضو شهود العيان بيقولوا ان الولد امعاءه قد طلع بره. وقعد مازن يقول له انت عايز مني ايه تاني، انت عايز مني ايه تاني. عمل ايه مازن، عمل ايه الولد، عمل ايه الشاب اللي في مقتبل حياته، ايه اللي جناه، ايه الذنب. بيرجع من كليته يروح على شغله ياكل ينام بيمتحن، ما بيعملش اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه في حياته غير انه ما قبلش ان امه وابوه يتشتموا. يعني انا اتمنى، الحادثه دي كانت يوم 14 سبتمبر 2024، اتمنى ان روبي ده يكون خد اعدام، اتمنى يا رب، ويكون جزاؤه في الاخره جهنم، جهنم يبقى كده من وقود النار.
حسبي الله ونعم الوكيل. نسأل الله تعالى أن يجعل مازن من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أنه يصبر أهله. وأنا والله ما قصدي أقلب المواجع على حد، أنا بس بحكي لكم الحكاية دي. الحكاية دي كانت يوم 14 سبتمبر 2024. يوم 23 سبتمبر 2024 هحكي لكم اللي حصل لي بالظبط، وأقول لكم قد إيه إن في ناس لا تستحق الحياة معانا، ولكن هم موجودين اختبار لينا، وعلشان يبقى في جنة ونار، عشان يبقى في ثواب وعقاب. تعالوا بقى احكي لكم انا شخصيا حصل معايا ايه، وايه الحادثه اللي حصلت لي وكانت ممكن تؤدي بي الى ان انا افقد حياتي. انا كنت حكيت لكم قبل كده ان احنا قاعدين في منطقه شعبيه، الصيدليه بتاعتنا في منطقه شعبيه، والناس اللي تسمع عن افلام زمان 5 باب بتاع الاستاذه ناديه الجندي، او ضرب الهوى بتاع الفنانه يسرا، او ضرب طياب، الحتت دي احنا الصيدليه اللي انا بشتغل فيها في المنطقه دي في قلب القاهره، في شارع كلود بيك، قريبه من رمسيس وقريبه من العتبه. وده يعني مقدمه علشان تتصوروا المكان اللي انا شغاله فيه، ولله الحمد. وليه اشتغلت هناك؟ لانه كان جنب بيت والدتي زمان. الناس اللي ما تعرفنيش، انا شيماء الغزولي، 42 سنه، دلوقتي 43. انا فتحت القناه وانا عندي 43 سنة. احسن حاجة عملتها ان انا فتحت القناة دي واتعرفت بكل حبايبي، حبايب حكاية ومعلومة. اتمنى ان احنا نكبر بيكم وليكم، واتمنى انكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وما تتخطوش الاعلانات. الله يبارك لكم، علشان انا فعلا داخلة في سنة اهو ومش عارفة اعمل حاجة بسبب ان المشاهدات قليلة، واللي هيتفرج على القناة بتاعتي والله هيستفاد. يلا بينا احكي لكم الحكاية. يوم الاثنين 23 سبتمبر اللي هو يوم الاثنين، وكان مفترض ان انا بيبقى ليا زميل معايا في الشغل، ولكن بالصدفة كان عنده شغل تاني بره الصيدلية واعتذر وما جاش. ففي اليوم ده انا وقفت لوحدي، ومع الاسف احنا مش مفترض ان بنت او ست او راجل اصلا يقف لوحده في الصيدلية في المكان ده. طبعا كلكم عرفتوا او قدرت اوصل لكم التصور من المقدمة اللي انا قلتها. الناس اللي عندها المعلومه تعرف ان في اقراص للصداع في اسمها بايبروفينيد وباي الكوفان. البايبروفينيد هو الباي الكوفان، وانا يعني معلومه على الماشي، الاثنين هم كيتو بروفين، والاثنين نفس الماده الفعاله، ولكن شركه الباي الكوفان وصلت الشريط ل 27 جنيه تقريبا، يعني بمعنى ان القرص الواحد من الباي الكوفان بقى ب 3 جنيه، والبايبروفينيد العلبه بقت ب 37 جنيه فيها شريطين، يعني بما يوازي ان القرص ب 2 جنيه. ليه انا بحكي لكم القصه دي؟ هقول لكم. دخل واحد وعايز قرص للصداع ومعاه 2 جنيه، فانا طلعت له الباي الكوفان، ببص لقيت في ايده ال 2 جنيه، فقمت مرجعه الباي الكوفان ومديها له البايبروفينيد على اساس انه معاه 2 جنيه. فقلت له اتفضل. لا انا عايز اللي انت جبتيه في الاول. قلت له ما هو ده على فكره. لا انا عايز اللي انت جبتيه في الاول. قلت له طب اللي انا جبته لك في الاول ب 3 جنيه. قال لي خلاص ماشي انا هديك. قعد يقلب في جيوبه ما لقاش، راح مطلع لي 200 جنيه. قلت له والله انا مش معايا فكه، استاذنك يا اما تاخد اللي ب 2 جنيه يا اما تفك لي من بره. راح شتمني بامي. فقلت له شكرا يا اصيل يا محترم، وما ردتش عليه. راح شاتم تاني، شتم مره تانيه. فانا بدات اخرج من ورا المكتب علشان انده للناس اللي بره يجوا يشوفوا ايه الكائن اللي بيشتم ده. فهو لما لقاني خرجت والناس هتيجي وهتتلم عليه، راح خارج بره الصيدليه. فانا قلت خلاص خرج بره الصيدليه، قال كميه الفاظ ما تقولهاش واحده في خناقه، ما تقولهاش، يعني مش عارفه اوصف كميه الشتايم اللي قالها والسرد بتاع الشتيمه كانه بيغني. شتايم فظيعه. انا عمري في حياتي، بص انا عندي 43 سنه بقول لكم، اقسم بالله عمري في حياتي ما سمعت سلسله الشتايم دي لا عليا ولا على غيري، يعني شتايم بشعه. فما ردتش عليه وقلت له انت محترم ومؤدب، والناس كلها باصه ايه المجنون اللي بيشتم ده. فضل يشتم. احنا عندنا حته كده نازله من بعد الصيدليه بتاع 50 متر، فضل يشتم كل ده ومشي. فخلاص انا دخلت الصيدليه وانا متغاظه جدا جوايا، متضايقه ان انا اتشتمت الشتايم دي كلها وانا ما ردتش. بس قلت خلاص بقى ايه يعني، مش هنرد الاساءه بالاساءه. والله جه في دماغي كلام الاعلاميه اللي قالت الكلب لما بيهوهو ومحدش بيرد عليه، مع اني غير مقتنعه بيه. وكانت حادثه مازن ما عداش عليها 10 ايام. فانا الموضوع مغيظني، اللي هو شوف سبحان الله الموقف انا فيه، يعني الموقف انا بالظبط فيه. ما سكت والله، ما اتكلمت خالص، يعني انا ما شتمتوش ولا رديت له اي لفظ باي لفظ.
ولكن بعد 5 دقايق او اقل كمان من 5 دقايق الكاميرات عندنا متقسمه 4، في 2 في الشارع بره و2 جوه الصيدليه، فانا شايفاه جاي من اول الشارع الحته اللي هو منزلها ال 50 متر دي، جاي ورافع الشبشب وعمال يشتم 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 شتائم فظيعه فظيعه بالام وبالاب وبالعم وبالكل حاجه بالكل حاجه، يعني حتى لعن سلسفيل جدودي، جاب جدودي في الموضوع ورافع الشبشب. فانا يعني انا واحده ست، بس انا اتربيت ان انا الكبيره في بيت امي، فانا كنت صاحبه اللي هو ايه، كاني القدوه، كاني عندي نخوه وشهامه. لما اتجوزت كمان كان على طول ابو الولاد بيسافر، فانا اللي كنت محطوطه بحب ان انا اكون قويه، وبالذات بره البيت. يعني ممكن اعيط جوه البيت عادي، لكن بره البيت انا راجل الحمد لله رب العالمين، ومش شكرانيه في نفسي الحمد لله رب العالمين. وطبعا الناس اللي سمعت قصتي عرفت اني اتحملت كتير. المهم يعني اول ما لقيته بيرفع، لا انا كده كشيماء انت هترفع الشبشب عليا وهتعلم عليا في المنطقه بتاعتي، لا انا مش هسكت لك. فانا والله بجد لا اقصد شيء، يعني انا ما اقصدش شيء، بس انا كنت تعرضت لموقف قبل كده هبقى احكيه لكم سنه 2022، وواحده ست دخلت وكانت برضو هتعور بازازه حاجه ساقعه لا انا مش هفضل محبوسه ورا المكتب، كل اللي جه في بالي مش هفضل محبوسه ورا المكتب زي المره اللي فاتت واتضرب. يعني انا لولا زمايلي المره اللي قبلها كنت فعلا اتضربت، يعني حرفيا كنت مش اتضربت، كان اتعلم على وشي، يعني ما كنتش هعرف اطلع لكم كده، كنت هبقى صوت بس. فانا كل الموضوع ان انا مش عايزه ابقى المكتب حابسني، فقمت زقه المكتب وبحركه تلقائيه. الموضوع كله يا جماعه والله بياخد اقل من دقيقه، اقل من ثانيه، هي ثانيه لا ثانيه والانسان عقله بيغيب. انا اصلا مخنوقه ان انا اتشتمت الشتايم دي وشايفاها وهو رافع الشبشب، كل ده في ثانيه حصل. المقص اللي هو بيقص البايقه الكفان حامي، اصلا مقص ترزي، مقص معرفش هو زميلي كان جايبه منين، فخدت المقص وقمت طالعه ماسكه المقص كده، وانا بمسكه كده اهو، يعني انا ماسكه المقص وبمسكه، بقول له انت بترفع الشبشب على مين يالا؟ ماسكه راح المقص، انتوا عايزاكم تتخيلوا معايا الموقف، انا ماسكه كده وبقول له انت رافع الشبشب على مين يالا؟ فسن المقص راح جايب رقبته، طبعا اتعور، هو شاف دم وانا شفت دم، خلاص انتوا ما ينفعش ترجعوا. فهو الموضوع بقى ايه يا جماعه؟ بقى يا قاتل يا مقتول، يعني بقى يا قاتل يا مقتول، ما بقاش مشاجره، ما بقاش، هو خلاص انا ما شفتش. بقى الناس بتقول لي بعد كده ان انا كلته بالنص وضربته بالكراسي بتاعت المطعم اللي جنبي واديته بالبنيه، انا كل ده حقيقي مش فاكراه. الانسان في لحظه وعيه بيغيب. انا كنت كل اللي قدامي ان انا حتى لو مت وربنا كتب لي ان انا اموت او الشهاده في الوقت ده، لو كان احتسب شهيده، ابقى بكرامتي، ابقى ما اترفعش عليا شبشب. اهم حاجه ان هو ما ضربنيش، ما ضربش واحده ست الحقير القذر، طبعا انا مش هقول اسمه علشان ما يقضنيش او اليوتيوب ما يقفلش الحلقه زي ما قفل الحلقه بتاعه العمره، ولكن ده اللي حصل. والاكثر شده في الكلام، يعني الاكثر شده ان هو فضل برضو يشتم ومش عايز يسكت، وانا خلاص انا هو حد برضو اكبر مني سنا، ولكن انا قلت له يلا، وبدات اشتمه بقى، بدات اشتم الفاظ، طبعا ما عرفتش اوصل للمرحله بتاعته، بس شتمته. الناس بدات تتلم، الناس بدات تحوش، الناس بدات تدخله الصيدليه، عايزه تغير له جوه الصيدليه، انا هعمل محضر، انا هحبسك، انا 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير. طبعا زي ما بقول لكم احنا منطقه شعبيه من الدرجه الاولى، لقيت 5 حرفيا بطول ابواب الصيدليه، دول ولاده شباب بقى تلاتينات وعشرينات. فاللي هو ايه ده؟ انا طبعا شفتهم اتخضيت، ان مين اللي ضرب ابونا، مين اللي عور ابونا؟ ده انا كنت خلاص بقى، انا زي ما بقول لكم انا غبت عن الوعي وما كنتش شايفه قصادي. ولكن انا يعني اقول لكم بالحق ربنا، انا كنت كل حاجه فيها بتترعش من جوايا، ولكن مبينه ان انا جامده جدا وقويه جدا. وهو بيقول انا هعمل محضر، انا مش هسيبها، انا معرفش ايه. طب يا ابن الحلال انت، هي عملت لك ايه؟ هي بتقول لي اطلع فك من بره، يعني ايه اطلع فك من بره؟ والزباين بقى، هو كل ده عشان جنيه؟ يا جماعه الموضوع مش جنيه، الموضوع بلطجه تحت بند، يندرج تحت بند البلطجه. دي امانه، الجنيه والنص جنيه على ايامنا كان في الشيلن والبريزه، كل دي امانه، احنا في امانه، احنا نعمل اللي نقدر عليه مع الناس الغلابه. انما انت ما تطلعليش 200 جنيه وتقول لي فكها لي عشان برشامه صداع.
طبعا بعد الموقف ده انا قلت لصاحبه الصيدليه ان انا اي حد هيدخل يقول لي عايز برشام صداع بلاش اديها له، لان انا كنت في موقف لا احسد عليه. طبعا ما حدش وقف جنبي غيري. المنطقه حتى لما قالوا لي احنا هنشهد معاكي لو هو راح عمل محضر، الكل بعد كده قال انت اللي خرجتي عليه، اللي اتصور في الكاميرات في الاول. مع الاسف الكاميرات كانت في الوقت ده كانت صوره من غير صوت، فما كانش هيبان الالفاظ اللي هو قالها ولا مسموع ان هو متشاف ان هو بيديني 200 جنيه وانا مش عايزه اخدها، او باخد منه برشامه صداع وبرجعها مكانها. فكنت رايحه في داهيه من الناحيتين، يا اما السجن يا اما هاخد نغزه كده منه. انا طبعا قعدت بتاع اسبوعين متوقعه ان انا وانا مروحه حد هيطلع عليا في الطريق ويقوم مديني مطوه في جنبي ويبقى خلاص خلصت على كده. وانا كنت عارفه ان الموضوع مش هيخلص، بس الحمد لله اللي عرفته بعد كده ان الشخص ده كان في حد حسبي الله ونعم الوكيل فيه برضه مسلطه ان هو يقرفني علشان خاطر اسيب الشغل، واللي سلطه ما كانش متوقع ان من اول مره انا هاخد رد الفعل ده. يعني انا مفترض ان انا بقى اعيط او ازعق او اتخانق، او هو بقى يعني يبقى في ردود فعل خد وهات وشتايم وخناق وكده. فالشخص اللي عمل كده عايز يقرفني في عيشتي عشان اسيب المكان يعني اسيب شغلي وامشي، علشان هو مش عايزني في المنطقه. والله اعلم ايه سر ان هو مش عايزني ان انا اكون شغاله في المنطقه دي، حاجه بقى تخصه هو. بس هو اذى لمجرد الاذى. احنا عندنا في مجتمعنا، مش في مجتمعنا، من اول بدايه الخليقه من وقت سيدنا ادم كان في قابيل وفي هابيل، في خير وفي شر، في جنه وفي نار. فاحنا من الاول والاخوات يعني كانوا اخوات ومن ام واب واحد، وكانوا في بدايه الخليقه. يعني ما فيش اي موارد بشريه او موارد اقتصاديه او اي حاجه عشان يتخانقوا عليها، ولكن وجدوا السبب اللي يتخانقوا عليه ويقتل احداهما الاخر. فاحنا الدنيا الحمد لله انها دار اختبار، والحمد لله ان هي مش دايمه، والحمد لله ان هي دار فناء، والحمد لله ان ربنا نجاني وطلعت منها عايشه لحد الان الحمد لله. والقصه دي زي ما قلت لكم كانت من 3 شهور، النهارده 21 ديسمبر، فالقصه كان بقى لها 3 شهور كده بالظبط. حكيت لكم حكايه مازن عشان نترحم عليه وندعي لاهله بالصبر، وطبعا ربنا يجعل صبرهم في ميزان حسناتهم ويجعلهم كلهم من اهل الجنه على افتقادهم لابنهم. انا بجد يعني ربنا ما يكتبها على حد. كل الاب وام مكاني دلوقتي هيبقى حاسس باللي انا بقوله كويس قوي، هيبقى عارف يعني ايه ابني لو اتاخر شويه بره وانا مستنيه ومحضره العشاء بس وهو اتاخر بره شويه، واعصابي بتبقى عامله ازاي. لو بس على اهل مازن ويا رب يا رب زي ما بقول ندعو ليه كلنا دعوه جماعيه توصل له باذن الله تعالى. وبس كده انا كده خلصت قصه مازن، وخلصت القصه اللي تربطت بقصه مازن بعدها ب10 ايام كده. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واستنونا ان شاء الله كل يوم حد واربع في حوالي الساعه 4 عصرا ان شاء الله باذن الله اعرف اكمل معاكم. وادعوا لي اعرف اكمل، ادعوا لي اعرف استمر. دعموني باللايك والسبسكرايب. الناس اللي لسه ما فعلتش زر الجرس يا ريت تفعله علشان يوصل لها كل جديد. للمره الثانيه ما تتخطوش الاعلان. يعني احب ان انا اكون يعني اوصل لناس اكتر. وشكرا ليكم وطولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.